طب وهي البلد ولعت بجد يا بابا؟ حريق القاهرة هتلاقيها في كتب التاريخ. وايه اللي حصل؟ كارثة يا يوسف، مش عليا لوحدي، على البلد كلها. ولما البلد ولعت يا بابا ايه اللي حصل في البورصه؟ لا مش البورصة بس، في كل حاجة، الدنيا كلها وقفت. بس أنا بقى كان كل اللي يهمني ساعتها أحلامي اللي كنت شايفها بتضيع قدامي. وكان ايه الحل؟ محمود اصحى يا حبيبي. في ايه يا حاجة؟ النهارده يوم اجازتي. في واحد عايزك بره. قولي له يجي بعد ساعتين. ده عايزك في حاجه مهمه. ايوه، اسمه ايه ده؟ اسمه شوقي. في ايه يا ابني؟ لا مفيش حاجة. روح انت بس حضر لنا كوبايتين شاي من ايديك الحلوين. من عينيا يا ضناي. صباح الخير يا محمود. صباح الخير يا شو خير؟ في ايه؟ في كارثه يا محمود. كارثة؟ قول يا عم، وقعت قلبي على الصبح. حريق القاهره خسف بالسهم الارض ووقع البورصه. يعني ايه؟ السهم نزل جنيه مره واحده. يا نهار اسود. ادي اللي انا كنت عامل حساب. استنى بس يا كمان لما نشوف الكارثه اللي احنا فيها. رايك يا استاذ شوقي؟ انا رايي ان لازم يبيع. يا سلام، ونخسر نص فلوسنا؟ خساره قريبه احسن من مكسب بعيد. لا، مكسب بعيد احسن يا حبيبي. انت لسه هتعاند يا محمود؟ الراجل اللي انت بتشوره في الشارع قال لك بيع بيع. عاوز تعمل فينا ايه تاني؟ اطمن يا كمال، عايزك تطمن وتحط في بطنك بطيخه صيفي. حتى لو بعت بخساره انت اول واحد هياخد فلوسك، وكامله، اقسم بالله كامله. فلوسي؟ يا محمود وانا بقول الكلام ده علشان فلوسي؟ فلوسي وفلوسك واحد يا اخي. يا عم انا سايب لك القهوه بحالها واعمل اللي انت عاوزه. استنى بس يا راجل اوعى. سيبه يا علي، بكره النفوس تهدى. ده احنا عمرنا ما زعلنا مع بعض. يا عم ربنا ما يجيب زعل. اسمع محمود، لو ما بعتش دلوقتي هتخسر بزياده. ولو يخسر كله يكسب كله. مؤاخذة يا دكتور، أصل الواد ده لا بيعيط ولا بيعمل زيطة كده، وبعدين لا مؤاخذة شكله كمان لو شبهي ولا شبه أمي. قول لي يا معلم حسين، انتوا قرايب انت والمدام؟ ليه؟ للأسف في بعض جواز القرايب المواليد ممكن يبقى فيهم عيوب خلقية. لا مؤاخذة أنا مش فاهم أنت بتقول إيه؟ عيوب خلقية إزاي يعني؟ طبعا انت راجل مؤمن وترضى بقضاء ربنا. يا دكتور أنت هتخوفني ليه؟ الواد فيه إيه؟ ماله بكري يا دكتور؟ الحالة دي بنسميها الطفل المنغولي، يعني طفل للأسف بيبقى متخلف عقليا. متخلف عقليا؟ مجنون؟ يا لهوي بالي. أبدا، لا مجنون ولا حاجة، إنما قدراته العقلية بتبقى أقل من الطفل العادي. أنا آسف. طب هنسف حسابك لا مؤاخذة. لا أظن المرة دي. السلام عليكم. مع السلامة. عاجبك كده يا نحس؟ بتعيطي على ايه؟ أنا نازل رايح الوكالة وراجع لك إن ما وريتك. مش هيرضى ب 300 جنيه. هيرضى. هو مسافر امتى؟ بعد 3 ايام. مركبته الساعة كام؟ الله، ليه الأسئلة دي؟ أنت مسافر معاه ولا إيه؟ يا عم ما تجاوب على قد السؤال. 1 الظهر. خلاص، يوميها الساعة 12 تاخده وتروح عند منول ويسيب لنا الباقي. هتزنقه في الوقت. ده افهم، راجل مسافر ومركبته واقفة زي خيال المئات، هياخد فيها أي فلوس ولا يسيب الفئران تاكلها؟ ماشي، بس لأوله شرط آخره نور. هات حقك هيوصلك لغاية عندك قبل ما تقابل الراجل. ماشي. أخبار صاحبك إيه؟ مين؟ محمود المصري. معرفش عنه حاجة، وبعدين ما بيجيش الشغل بقاله أسبوع. بس خلي بالك منه، ده ممكن ينط لك في أي وقت، ده عامل زي فرقع لوز. ولا فرقع لوز ولا بتاع، أنت بس اللي خواف. أعطيله حجم أكبر من حجمه. الحالة في النازل. باين عليك جديد في اللعبة يا حبيبي. بصراحه بقى يا سي محمود، لعبه البورصه دي عامله زي مصارعه ما بين اتنين، كل واحد حاطط صباعه بق التاني وبيعض عليه. اللي يقول اي الاول ده يخسر، اللي يتحمل الالم يكسب. طب مجرد سؤال، امتى الواحد يبيع؟ دي لحظه يحددها كل واحد حسب ظروفه هو. الستارة لما كل الناس تبيع انت تشتري، ولما كل الناس تشتري انت تبيع. جرايد اقرا المقطع. هات لنا يا ابن الجورنال.
رئيس انا مطر. اخبار حريق القاهره ايه؟ لا دول قبضوا على ناس كتير قوي، بس في ناس بتقول انها جت كده من غير ترتيب، وناس تانية بتقول انها مؤامره من الملك ورجالته. يا محمود افندي وطي صوتك، الحيطان ليها ودان. اقرا لنا حاجه احلى من كده بقى. قول لنا مثلا الست ام كلثوم هتغني ايه اول الشهر؟ الفيلم بتاع ليلى مراد الجديد اخباره ايه؟ بيقولوا في صاروخ طالع جديد واسمها هند رستم. وعدي يا وعدي. اسمعوا الخبر ده. صرح مصدر مسؤول بوزارة الزراعة عن تنافس كل الدول الأوروبية لشراء القطن المصري طويل التيلي، ولكن المنافسة سوف تحسم لصالح إنجلترا نظرا لحاجة مصانع النسيج في يوركشاير إلى كم هائل من الأقطان شديدة التميز والجودة. وعلم مندوبنا في وزارة الزراعة أن هناك أزمة قريبة سوف تحدث في المصانع المصرية. يبقى سعر سهم القطن هيزيد. ليه إشاعة حبيبي؟ إيه اللي إشاعة حبيبي؟ هو لما يجي القطن يزيد تقول إشاعة؟ كل واحد حر يا أخ، أنا إذنكم. حر إيه في 60 ده؟ اهدى مش كده. يا عم اهدى بتاع إيه ده؟ حمارة. نعملها سمح. بقول لك إيه؟ اجري ورا الواد خواجه كده شوف راح فين وبيعمل ايه وتعالى قول لي. بس كده عينيا. انا عايز اعرف انت حاطط نقرك من نقر الراجل ده ليه؟ ما هم الخواجات دول اللي واكلين خير البلد. اذا كان الراجل الحلاق اللي كان بيهش الدبان من محله بالنهار يخش له الناموس اخر الليل بقى عنده 5 فروع، بيشتري ارض في كل حته. يجوا هنا فقراء يدغنوا على قفانا، يرضي مين ده؟ أنا أول مرة أحس إنك وطني يا محمود. الموضوع مش موضوع وطنيه بالشوق، انما انت لازم يصعب عليك حالك. الله يكرمك يا عم بيرة ما تنسي، كان عنده حق والله، كان عنده حق لما قال شوف يا سيدي، شوف قال ايه. الله يكرمك يا عم بيرة. القطن برضه الإرداحي والمزراحي وابن البلد يقعد ماحي في بلاد اليتيم. أقطانه هو اللي زرعها وهي اللي جمعها، ما تلملوش لما يبيعها حق البرسيم. الله الله الله. يعني الأجانب تنهبنا وتدخل بابنا بالزور وناوية على خرابنا وتعيش في نعيم. الله عليك يا عم محمود، الله عليك. معاك عملت ايه يا استاذ؟ بيدور على اي حد يبيع سهم القطن عشان يشتريه. شفته؟ بينيمنا. الناس اتجننت على القطن، السعر بينط كل ساعة 5 ساعة. ما هو القطن هيشح والانجليز هيصدروه بلدهم. كله مصلحة. الجنيه عامل 30 ساغ لغاية دلوقتي، ما نبيعه ونخلص يا محمود. لا لسه شوية. الو؟ ايوه يا شوقي. ما تقول لنا محمود شوقي قال لك ايه؟ ال 200 جنيه عملوا 150 جنيه. الله اكبر! مش اي حاجه. لكم يا اولادي روحوا بقى اتوضوا وحصلوني على الاوضه عشان نصلي المغرب جماعه ونشكر ربنا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا اولاد. تقبل الله منا ومنك يا حاج. استنوا يا اولاد، انا عايزكم. خير يا حاج. قول لي يا محمود، انت هتعمل ايه في موضوع المركب؟ والله ما انا عارف يا بابا. انت معاك كام دلوقتي يا ابني؟ 350 جنيه. طب تفتكر ان الخواجه صاحب المركب هيرضى بيهم؟